دي من داخل كافيه الفنانين، ومعانا النهارده الفنانه الشهيره في فتره قصيره، المراه الحديديه التي لا تقهر. مساء الخير يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعيد سعيد عليكم وكل عام وأنتم بخير. شكرا لحضرتك يا فندم. ومعانا النهارده الاستاذ عمر اجنبي. مساء الخير يا فندم. مساء النور، اتشرفنا بيك. شرفتنا. حبيبتي. معانا الاستاذ ايمن محمد. اهلا وسهلا بيكي. اهلا وسهلا استاذ ايمن. حضرتك ممكن تقول لنا ايه اسم المراه الحديديه التي لا تقهر دي؟ اشمعنى اخترتيه؟ والله أنا طبعا مقتبسة الاسم ده من مسلسلة اسمها نساء لا يقهرن. فأنا اخترت الاسم ده بالذات لأنه أنا اتقهرت كتير يعني من ناس من غير ذكر أي أسماء، وأنا أصلا بحب السوشيال ميديا جدا، وهم بدوا يقهروني ويتكلموا في عرضي وكده. فأنا بالاسم ده قلت إن شاء الله حسبة النجاح بتاعي في السوشيال ميديا، وإن شاء الله ربنا يصلح الحال للجميع يعني. يعني انت حضرتك شهرتي الاسم لحاجه معينه؟ أنا اخترت الاسم ده لحاجة معينة يعني. حضرتك ممكن تكلمينا على اعمالك النهارده؟ انا والله الهدف بتاعي في اصلا مما طلعت السوشيال ميديا، انا اصلا بحب الفن جدا وبحب مصر، وجيت استقريت هنا في مصر، وبحب الفن والممثلين وبحب برضو كمان الغنى. فطلعت بمحتوى كوميدي وتمثيل وغنى. حضرتك نورتي مصر. طب ليه حضرتك بقالك قد ايه في مصر؟ والله انا بقالي 20 سنة في مصر، يعني بحب مصر جدا. بتحب التمثيل من 20 سنة؟ والله بس لحد الان مش لاقيه فرصة، وان شاء الله ربنا هيسهل يعني. ليه ما توجهتيش لمكاتب الانتاج اللي موجوده في مصر في شارع مصطفى محمود وفي وسط البلد يعني ليه توجهتي للسوشيال ميديا، وليه ما توجهتيش لمكاتب الانتاج مع ان مكاتب الانتاج شغاله ومعتمده ويعني؟ والله انا قلت اول حاجه اظهر كهوايه في السوشيال ميديا، وبعد ما الناس تشوفني في السوشيال ميديا ويعرفوني وكده احتمال يشوفني مخرج، احتمال يشوفني منتج، فان شاء الله يعني 10 سنين وما توجهتيش لمكاتب الانتاج، يعني ما قابلتيش حد يقول لك ايه الطريق الصح للمجال الفني او تتوجهي لفين؟ يعني كل ده اكيد انت يعني 10 سنين يعني قابلتي ناس كتير ومخرجين كتير ومنتجين كتير، ولا يعني مش عارف الوضع ماشي ازاي مع حضرتك ان يعني المخرجين والمنتجين او مكاتب الانتاج تتوجهي ليها وتطلعي في اعمال فنيه تناسب ليها، وانت طالما عندك كاريزما خدت بالك يعني ممكن ربنا يكرمك يعني. ان شاء الله ربنا هيكرمني ان شاء الله باذن الله. فانا كنت بمشي الاستديوهات، مشيت كم مره الاستوديو بتاع غادة عبد الرازق في الهرم، وشفتي على الطبيعه كده بصوروا ازاي، ويعني بحب الحاجات دي، بحب اشوف التمثيل، وبحب اشوف التمثيل المصري بالذات. يعني انا بحب الفنانين والفنانات المصريين بالذات يعني. باذن الله نلاقي في حاجه كده حلوه وكويسه. ايه الموهبه اللي عندك بالظبط؟ انا بغني وبمثل الاثنين يعني. يعني اكتر موهبه عندك ايه فيهم، التمثيل ولا الغنى؟ والله الاثنين بصراحه، لانه الاثنين كموهبه وانا طلعتهم في السوشيال ميديا، وان شاء الله لقدام مش عارفه طب حابين اقول لك دلوقتي سمعينا حاجه والجمهور اللي يحكم تقولوا لنا ايه؟ ماشي. اغنيه وعلي صوتك. ماشي ان شاء الله. امسك المايك. عاوز صوت قوي قرب المايك شويه. طب ماشي، بفكر اغني ايه. الجمهور هو اللي يقول. بص حضرتك هتغني او حافظه دور في التمثيل او هتغني، والجمهور اللي يقول لك ايه رايه في الصوت حضرتك ايه. فعلي صوتك بقى واحسن جو. انا هغني اغنيه لوردة الجزائريه. تمام. لولا الملامة يا هوى، لولا الملامة لفرد جناحي على الهوى زي اليمامة، وأطير وأرفرف في الفضاء واهرب من الدنيا الفضاء، وكفاية عمري وكفاية عمري اللي انقضى، ولا أخاف الملامة ولا أخاف الملامة من الملامة. التمثيل تعرفي تعملي ايه؟ مشهد كوميدي، اي مشهد تمثيلي تعرفيه دقيقة دقيقتين مش مشكلة، ولا لازم تبقى حافظة حاجة معينة؟ ماشي، بس انتوا لو ساعدتوني اي مشهد كده اقوم انا اطبقه، عشان ما فيش حاجة في دماغي دلوقتي. مش حاجة مركزة فيها. طب اغنية تانية غير ديت حافظة حاجة تانية؟ حابه حاجه لام كلثوم مع ابو وهاب. ام كلثوم. ام كلثوم. طيب علي حاجه لام كلثوم بس علي صوتك شويه.
ازاي اوصف لك يا حبيبي ازاي، قبل ما احبك كنت ازاي يا حبيبي. للاسف بس حافظه المقطع ده منها. جميل. اي حاجه من الحاجات الجميله، باذن الله نشوفك في جديد دايما وفي التفاؤل ونورتي. مثلا انت اصلا حضرتك اصلا منين؟ انا والله امي سعوديه وابويا تركي. يعني امي سعوديه والاب تركي. فحضرتك نورتي مصر بنورك مصر، ونشوف تملي في تفاؤل وخير. نشوف عمر معانا النهارده الفنان عمر الاجنبي الشهير. اتكلمنا النهارده على ايه جديد عندك، وايه احدث حاجه حابب تشوف نفسك فيها او حابب تخلي جمهورك يشوفك فيها؟ حابب ان انا امثل برضو على السوشيال ميديا، حابب امثل. انا كوميديا، بحب الكوميديا وبحب كذا حاجه. جو الكوميديا لاقي عليه كوميديا، وجو السوشيال ميديا برضو التمثيل برضو ان انا حابه. حابب كذا حاجه لان انا عاوز اخش في كذا حاجه برضو. بس اللي انت عامله النهارده جديد؟ لا، بحب اغير من نفسي بقى، بحب ان انا لوكات يعني غريبه شويه، وبحب كذا ستايل. بس انت ما شاء الله عليك مشهور بالرقص. ربنا يخليك. ربنا يخليك. وجميله وترند كمان. ربنا يخليك. هقول لك على حاجة، عمر معايا من زمان بصراحة، وحد جميل وحد طيب جدا، وحد يعني عنده كاركتر فعلا، بيحب كل شيء يعمل قصة. بس سبحان الله هو ملوش بخت، بس بصراحة والله حد جميل وحد شاطر. بيفكرنا كده مايكل جاكسون كده بحركاته، بحاجة غريبة مش موجودة. بإذن الله نشوفكم في كل جديد، واشوفك كده في أحسن الحاجات الفنية بإذن الله، واشوفك في أكبر الشاشات، وحضرتك برضو بإذن الله شرفتونا النهارده باللقاء الجميل دوت، وباذن الله نشوفكم في نجاح دايما. وشكرا لقائكم النهارده مع المذيع امين وايمن محمد، ومعانا الاستاذ عمر والفنانه الجديده، وشكرا لحضراتكم.